بص يا سيدي، مخك ده عامل زي الطفل الصغير. لو عودته انه كل ما يعمل حاجة لازم تديله عليها حتة شوكولاتة او مكافأة او مش عارف ايه، اللي هي بين قوسين الريلز والمسلسلات. يعني ده مثال بسيط يعني. فهيجي وقت الغدا تيجي تأكله طبيخ او لحمة او حاجة فعلا هتفيد الطفل الصغير دون مصدر بروتين كويس يعني، بين قوسين المذاكرة والشغل كمثال يعني، هيرمي الطبق في وشك. فاللي بيحصل في رمضان انك بتبقى صايم، يعني مخك مهبط، فبيروح يدور على اصغر واسرع مصدر للسعاده. والموبايل هو ديلر السعاده الرخيص. فانت بتكون فاكر انك بتفك عن نفسك بحلقه ولا بريلز ولا مش عارف ايه، بس في الحقيقه لا، انت بتضرب حرفيا حقن، بتضرب مخدرات رقميه في دماغك. فبتخلي اي حاجه تانية انت بتعملها فيها نوع من الملل او ملهاش طعم. فعشان كده لما بتيجي تفتح المصحف او كتاب عشان تذاكر او حاجه، تبدا تحس بقى لا، ده انا مهبط، بس انا صايم، انا مش قادر اعمل حاجه. دي الفكره. فبتحس ان كأن في جبل نزل على صدرك، مش عشان انت وحش، لا، بس عشان مخك بقى متدلع، اللي هو خلاص هو عاوز الجرعه السهله، انما الجرعه اللي هتكون على المدى البعيد هو رافضها تماما. خد الكبيره بقى، انت بتبدا بايه؟ هريح 5 دقايق. كلنا عارفين ال5 دقايق بتعمل ايه. نص ساعه، ساعه، ساعتين، لحد ما نلاقي ليه المغرب بيأذن. أول ما المغرب بيأذن دق ناقوس الإفطار، فخلاص أنت وقت ما تسمع الأذان أنت بتتحول لوحش ملتهم للطعام. أنت هتاكل أي حاجة تيجي قدامك وهتشرب أي حاجة تيجي قدامك. ليه؟ عشان تعوض التعب اللي أنت كنت بتتحجج بيه الصبح. وبعد ما تخلص الأكل تقوم إيه؟ متنح، مش شايف قدامك. تعمل بقى كده كوباية شاي، حاوني بالشاي، فاهمني؟ طبعا أنت تشرب كوباية الشاي من هنا يا دوبك تروح تصلي التراويح، ده لو عرفت تصليها أصلا، وتيجي تنسدح تخش على السرير دغري، تصحى تلاقي الفجر بيأذن وانت ابيض يا ورد، لا ذاكرت ولا صليت ولا حتى نمت عدل. المهم احنا مش جايين هنا نندب حظنا ونطرح المشكلة ونطلع نجري، لا، ان شاء الله في حل. بس فرمضان بجد هو الفرصة الذهبية انك تعمل ريستارت وتبدأ حاجة جديدة. فرمضان بجد هو الفرصة الذهبية لانك تبعد عن اي عادة سيئة انت كنت مدمنها، سواء كأكل مثلا، فانت صايمين وانت اديك اثبتت لنفسك ان عندك القدرة على الالتزام. يعني انت بتصوم اكتر من 12 ساعة، فدي فترة حلوة انك تقدر تبني عادات كويسة، مثلا انك تبعد عن السكر فيها، وده مستحيل طبعا في وجود الكنافة والجلاش والقطايف وحاجات تانية كتير. ولكن خلينا متفقين ان الإرادة في رمضان بتكون في اعلى مستويات، فاستغلها برنس. فبما انك الاراده عاليه، فانت حاول تستغل الاراده دي في انك تبني عادات حلوه. مثلا معظمنا بيبدا يحافظ على الصلاه في رمضان، خلاص ابني عاده انك تحافظ على الصلاه في رمضان وبعد رمضان كمان ان شاء الله. ودي عاده ان شاء الله. عاده كمان مثلا انا بحاول اطبقها حاليا، الا وهي السكر. حاولت اقلل سكر، كنت بشرب الشاي ب3 معالق، دلوقتي بشربه بمعلقه واحده، وبحاول اتاقلم مع الموضوع. اي نعم، الطعم بيبقى صعب في الاول، بس بجد بيبقى طعمه قوي جدا من غير سكر. بحاول في وقت زي رمضان ده، يعني السوشيال ميديا ملهاش لازمه اعتقد في الفتره دي، اعتقد يعني، فاتمنى تعتقد زي انت كمان. فملوش لازمه يعني، امسح الفيس، الانستا، تيك توك، وممكن تسيب الواتساب لانه مثلا بيكون عليه حاجات مهمه وكده. في الاخر يا صديقي، رمضان فرصه لا تعوض، هو بيجي مره في السنه. المسلسلات بتتعاد، بدنا نتفرج عليها لحد السنة اللي بعدها. البوستات مش هتطير، الفيديوهات هتدناها زي ما هي، بس تركيزك ووقتك لو طاروا بجد مش هيرجعوا تاني. فخليك انت فاطن، تكون مسيطر على الليلة والوضع، مش مجرد رقم في إحصاءات المشاهدات بس كده. أتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. شير الفيديو لصاحبك المدمن اللي مضيع مستقبله في المسلسلات ومضيع رمضان في المسلسلات، يمكن يفوق معاك. سلام.